عارف إيه أرعب من إنك تسمع حد بيخبط على بابك الساعة 3 الفجر وإنت لوحدك؟ الأرعب إنك تفتكر إنك أصلاً ما عندكش باب في الأوضة دي. أنا كريم، لسه ناقل شقة قديمة في المنيل. الشقة واسعة زيادة عن اللزوم، وسعرها كان لقطة لدرجة تخوف. أول ليلة كنت نايم في الصالة، وفجأة سمعت صوت زي زيت بيغلي في المطبخ. قمت أشوف فيه إيه، لقيت المطبخ ضلمة كحل، بس ريحة طش التوم مالية المكان. قلت يمكن الجيران، بس الريحة طالعة من شقتي أنا. فجأة سمعت صوت ضحك الطفل جاية من ورا التلاجة، ضحكة مكتومة كأن حد سادت بقه. قربت براحة، وأول ما بصيت وراها ما لقيتش حاجة، بس لقيت أثار إيدين صغيرة سودة على الحيطة وكأنها محروقة. قلبي سقط في رجلي، جريت على باب الشقة عشان أهرب، بس الباب ما كانش بيفتح، وكأن حد ماسكه من الناحية التانية وقافل بقوة. بصيت من العين السحرية، ما شفتش الشارع، شفت عيني أنا بتبصلي من الناحية التانية وبتقولي: نورت بيتك يا عريس. الكهرباء قطعت، وسمعت صوت الهامس ورا ودني بالظبط. على فكرة، التلاجة ما كانتش شغالة عشان تطلع صوت. ولو وصلتوا لهنا، اشتركوا في القناة وعيشوا معانا الرعب.